الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا وحبيبنا محمدًا صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن سار على دربهم إلى يوم الدين. نشهد أنه قد بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الغمة وتركها على المحجة البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك ولا يتنكبها إلا ضال. وبعد، أيها عباد الله اتقوا الله. يقول الله عز وجل في محكم تنزيله: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، كل يوم في هذه الأيام نرى ونسمع عن آفات كثيرة تفتك بمجتمعنا. عندما نسير في طرقات بلدنا، وعندما نسمع شبابنا، وعندما نسمع آباءنا وأمهاتنا، عندما نسمع كل الناس، نجد أننا ما زلنا على خطر أيها الإخوة. آفات اللسان التي رأيتها وسمعتها كثيرة جدا، وبعضها مخرج من الملة والعياذ بالله. وسأركز على آفتين من الآفات التي رأيتهما وقد استشريتا في مجتمعنا هذا. أول أمر أيها الإخوة، عندما نفتح ونتصفح صفحات الفيسبوك مثلا أو وسائل التواصل الأخرى كالواتساب وغيره، ونرى بعض الفيديوهات التي تنشر وتأتينا، ونجد أن هذه الفيديوهات للأسف من حيث ندري ومن حيث لا ندري بها طعن واستهزاء بهذا الدين، استهزاء بالرسول عليه الصلاة والسلام، استهزاء بالله عز وجل، وقد لا ندري ذلك وقد لا ندرك ذلك إلا بعد تمعن كبير جدا. وسأضرب لذلك مثلا واحدا. فقبل بضعة أيام وصلني فيديو قصير جدا لا يتعدى الدقيقة. هذا الفيديو يكون فيه شاب يجلس في مسجد، هذا أول في بيت الله، ويضع على رأسه قبعة، ثم يأتيه شاب آخر بلكنة أجنبية ليست عربية، هو يقلدها، وكل شيء معد للتصوير، يريدون أن يقلبوا الدين إلى دعابة وفكاهة. فيأتي هذا الشاب يجلس بين يدي ذلك ويقول: يا شيخ، أريد أن تعلمني دعاء. فيجيبه ذاك الشيخ بقوله: قل اللهم أجرنا من النار وعذاب النار. فماذا يرد ذاك الآخر؟ اللهم جرجرنا في النار وعذاب النار. فيرد عليه الشيخ باستهزاء: اللهم جرجرنا، الله يجرجرك وحدك. هذه الفيديوهات هذا غيض من فيض، وهذا فيديو قصير جدا، والفيديوهات التي تصل كل يوم كثيرة جدا، كلها استهزاء بهذا الدين. لا ندرك ما تحويه هذه الفيديوهات، وكثير منا يتناقلها بدون أن يفكر فيها. فهي تصلنا من إخوان لنا وشباب لنا، وعلى صفحات كثيرة جدا تتناقل مثل هذه الفيديوهات، يظنونها دعابة فقلبوا الدين إلى دعابة. وإذا نظرنا إلى بعض الرسوم الكاريكاتيرية التي نراها أيضا في بعض المواقع، وخاصة تلك المواقع ووسائل الإعلام التي تعادي الإسلام، ونجد فيها طعن بأهل الدين، وطعن بالمشيوخ، وطعن بكل إنسان يريد أن يكون للدين كيان. أو نرى بعض الفرق، وللأسف الفرق المسرحية وغيرها ممن يمثل ويدعون تمثيل المقاطع القصيرة، فقط ينظرون إلى بعض الأشياء في الدين ليمثلوا عليها، على الشيخ الذي يطلق لحيته، وعلى الإنسان الذي يقلد السنة، ويتخذونها ويأتون بها بصورة فكاهية حتى يضحك الناس فيضحكون من الدين. وكثير منا رأى ذلك في أيام سابقة جدا وأشهر ماضية، مثل فرقة وطن عوطر وغيرها، عندما كان بعض الفيديوهات اتخذتها سبيلا للتهكم بالدين وبأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم.
أيها الإخوة الأحبة، يجب أن ندرك أولاً أن الاستهزاء بالدين والاستهزاء بأهل الدين هو ناقض من نواقض الإيمان بإجماع أئمة المسلمين كلهم. من استهزأ بدين الله عز وجل ولو على سبيل الفكاهة فقد خرج من دين الله عز وجل. كيف لا وربنا عز وجل يقول في كتابه وهو يصف أولئك المنافقين الذين خرجوا إلى غزوة تبوك، خرجوا مع المسلمين وهناك وإذ بهم يقولون مستهزئين ببعض الناس المتصفين بالدين وهم قراء القرآن. يقول هؤلاء المنافقون: ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغب بطونا ولا أكذب لسانا ولا أجبن عند اللقاء. ثم بعد ذلك، بعد أن علم الرسول صلى الله عليه وسلم بذلك، جاءوا إليه ويقولون: إنما هو حديث الركب، يعني نتحدث فيما بيننا، نريد أن نسلي أنفسنا في السفر. أن يسلون أنفسهم بالاستهزاء بصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يستهزئوا بأشخاصهم وإنما وصفوهم بالقراء، فاستهزأوا بأهل القرآن. فأنزل الله عز وجل آيات تتلى في سورة التوبة: ولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب قل أبالله وآياته ورسوله كنتم تستهزئون لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم إن نعفو عن طائفة منكم نعذب طائفة أخرى بأنهم كانوا مجرمين. أيها الإخوة الأحبة، عندما نرى أحيانا ونسمع أحيانا بعض الكلمات يتناقلها أيضا بعض الشباب أو يقولونها ولا يدركون أن الكلمة وإن كانت بسيطة جدا قد تخرج الإنسان من دينه، قد تخرج الإنسان من عقيدته، وهو يلعب ويضحك ثم يقول لك كنت أمزح. أي مزاح في هذا؟ جاء عن عروة بن الزبير رضي الله تعالى عنه قال: أقبل الجلاس بن سويد بن الصامت وابن امرأته مصعب من قباء، فقال الجلاس أي وهم في طريقهم: إن كان ما جاء به محمد حقا فنحن أشر من حمرنا هذه التي نحن عليها. فقال مصعب: أما والله يا عدو الله لأخبرن رسول الله صلى الله عليه وسلم بما قلت. فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت: يا رسول الله أقبلت أنا والجلاس من قباء فقال كذا وكذا، ولولا مخافة أن أخلط بخطيئة أو تصيبني قارعة ما أخبرتك. فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم الجلاس فقال: يا جلاس أقلت الذي قاله مصعب؟ فحلف أنه ما قال. فأنزل الله عز وجل فيه: يحلفون بالله ما قالوا ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم وهموا بما لم ينالوا. إخوتي في الله، أجمع أهل العلم، يجب أن نعلم هذا وأن نحسب لكل كلمة نقولها. فقد أجمع أهل العلم على أن الاستهزاء بالله أو برسوله أو بالقرآن هو كفر مخرج من الملة، يعني يعتبر صاحبه ويعد كافرا. أما الاستهزاء بالمسلم لتدينه وهيئته الموافقة للسنة فإن كان لذات الشرع أي للدين فعند ذلك يكون ذلك كفرا. أما إن كان طعنا في شخصه فيكون فسقا، فهو مترجح بين فسقه وكفره. فعلينا أن نقي أنفسنا من هذه الكلمات وألا نجرؤ على أن نستهزئ حتى بأمر من أوامر الله عز وجل، ولا أن نقول مثلا: شو هذا الدين اللي بيخليه يربي لحيته أو بكبر لحيته؟ شو هذا الدين اللي بيخليه يلبس هيك؟ هذه كلها مصطلحات أحيانا نسمعها بأذننا وهي من الأمور المستهزئة بأحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم. من سنته عليه الصلاة والسلام إعفاء اللحية، من سنته لبس الثوب وتقصيره، هذا فعله الرسول صلى الله عليه وسلم. فكيف بنا أن نستهزئ ببعض الناس لهيئتهم ونقول أي دين جاء بهذا؟ نقول هو دين الله عز وجل. لا يصح أيها الإخوة أن نقول بعد أن كنا نستهزئ أو أن يقول أحدنا بعد استهزائه كنت أمزح فقط ولم أقصد ولم أعني ذلك،
فقد وقع ما وقع، ووقع صاحبه في الخطر والعياذ بالله تعالى. يقول عليه الصلاة والسلام: إن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. كلمة لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. مثلا إذا أرادت امرأة ما أو فتاة ما حفاظا على دينها، وقد سمعت هذا، حفاظا على دينها لا تريد أن تذهب وتشاهد سهرات الأعراس، تقول أن بها كثير من المنكرات، فتأتيها صديقاتها فتقول: لماذا يا هبلة؟ هذه سمعته، لماذا يا هبلة؟ يعني يصفون الإنسان الذي يريد أن يحافظ على دينه بالأهبل. إذن فنحن لا بأس يعني نتقبل هذا اللقب، لماذا يا هبلة؟ وكثير، أو يأتون إلى إنسان يطبق سنة من سنن الحبيب عليه الصلاة والسلام فيقولون: ما هذا التخلف؟ أي تخلف وأي هبل إذا كنا نريد أن نطبق ديننا؟ صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء. كل هذا أيها الإخوة يعد استخفافا بالدين الإسلامي واستهزاء بمقدساته وتعاليمه، وإن كان قائل ذلك واحدا ممن ينتمون إلى دين الله عز وجل فللأسف سيعتبر بذلك خارجا من الإسلام والعياذ بالله تعالى. سأنقل لكم ما جاء في فتوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء عن موضوع الاستهزاء ولو بكلمات. قالوا: من يستهزئ بالمسلم أو المسلمة من أجل تمسكه بالشريعة الإسلامية فهو كافر، سواء كان ذلك في احتجاب المسلم احتجابا شرعيا أم في غيره. فالاستهزاء بالدين أيها الإخوة أخذ صورا كثيرة، ونراه اليوم مستشر للأسف بيننا، ومن شباب لا يعتقدون أنهم يستهزئون، لكنهم يقولون ذلك إما نقلا من غيرهم أو من سماعهم لغيرهم فيقعون في هذه الخطيئة والعياذ بالله تعالى. هذه واحدة. أمر آخر أريد أن ننبه عليه وهو مستشر في مجتمعاتنا، يكاد يفتك بمجتمعاتنا أيها الإخوة، ظاهرة مخيفة جدا تحتاج منا لبيان لبيان ما يترتب عليها من عواقب وخيمة. ظاهرة للأسف مركزها فلسطين والأردن وما حولها، يعني هذه الأرض التي بارك الله عز وجل فيها. هي ظاهرة سب الذات الإلهية والعياذ بالله تعالى وسب الدين. اليوم للأسف أصبح كثير منا لا يكترث بما يقول، وأصبح الله عز وجل أهون الناظرين إلينا. عندما يجلس الإنسان أو مجموعة شباب فلأتفه الأسباب، مجرد شيء بسيط على لعبة شدي أم على فنجان قهوة أم على مباراة كرة قدم أم على أتفه من ذلك، ولأتفه الأسباب يشتمون الذات الإلهية. أين هي مكانة الله عز وجل بيننا اليوم؟ هل فعلا نستشعر برقابة الله عز وجل؟ الله عز وجل يستطيع أن يقسم ظهر الإنسان بأي لحظة، فنجعله أهون الناظرين إلينا. لماذا؟ من يسب الذات الإلهية أيها الإخوة والدين هو مرتد قولا واحدا خارج عن الإسلام، ويستتاب لو كانت هناك دولة إسلامية، فإن تاب قبل، وإن لم يتب يقتل ردة ويموت على الردة. يقول إسحاق بن راهويه رحمه الله تعالى إمام المحدثين: أجمع المسلمون على أن من سب الله تعالى أو سب رسوله أو دفع شيئا مما أنزل الله عز وجل أنه كافر بذلك، وإن كان مقرا بكل ما أنزل الله تعالى. هو مقر بأن الصلاة حق، مقر بأن الصيام حق، مقر بأن الزكاة حق، وبأن كل شيء من أعمال الإسلام حق، لكنه سب الذات الإلهية أو سب الدين فاعتبر خارجا من الملة، ولو أقر بكل ذلك لا يفيده أي شيء. قال محمد بن سحنون رحمه الله تعالى: أجمع العلماء على أن شاتم النبي صلى الله عليه وسلم والمنتقص له كافر، والوعيد جار عليه بعذاب الله، وحكمه عند الأئمة، انتبهوا، حكمه عند الأئمة القتل، ومن شك في كفره وعذابه كفر. قال الخطابي: لا أعلم أحدا من المسلمين اختلف في وجوب قتله. طبعا ضمن دولة إسلامية، ضمن نظام يحكم. من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم لا يعلم العلماء أحدا قال بغير قتله،
يجب أن يقتل ولا تقبل توبته. هذا من يشتم الرسول صلى الله عليه وسلم لأنه سيحاسب أمام الرسول صلى الله عليه وسلم يوم القيامة، فهذه حقوق عباد ليست بينك وبين الله عز وجل. هذه الظاهرة للأسف أيها الإخوة عندما نراها منتشرة بين شبابنا، وليست فقط بين شبابنا، فقد سمعت أناسا تجاوزوا 70 من أعمارهم يسبون الذات الإلهية والعياذ بالله تعالى، وعلى أتفه الأسباب، لعمل معين أو لسوء توجيه أو لأي أمر آخر. وهذا نسمعه كثيرا، وهي ظاهرة تحتاج منا إلى أن نتفكر. كل أب، كل شاب هنا موجود، كل أب له أبناء، يجب أن يوعي أبناءه لهذه الظاهرة، أن يحذرهم من هذه الظاهرة، لأنه أولا من سب الذات الإلهية وقدر له أن يموت في تلك اللحظة يموت على الكفر ولا يدخل الجنة، لأنه مات على كلمة الكفر، ولا يقبل الله له عز وجل توبة لأنه ولا يقبل له أي عمل. فسب الذات الإلهية محبط للأعمال قولا واحدا عند علماء المسلمين. إن قمت بالأعمال الصالحة يعني وعليك من الحسنات كأمثال الجبال، بمجرد سبك للذات الإلهية أو لدين الله تعالى لا يعتبر لك أي عمل، كل أعمالك تحبط كأنك لم تعمل شيئا في حياتك. ومن يموت سابا للذات الإلهية دون أن يتوب، انظروا ماذا يترتب عليه. أولا لا يصلى عليه في مساجد المسلمين، لا تجوز الصلاة عليه، لا يجوز أن يصلى عليه في المساجد، ولا يجوز أن يدفن في مقابر المسلمين، لا يصلى عليه ولا يدفن أبدا في مقابر المسلمين. هذا من يموت سابا للذات الإلهية ويعلم الناس أنه يسب الذات الإلهية. وإذا مات لا يرثه أحد، فلا يرث الكافر المسلم ولا يرث المسلم الكافر. كل هذا يترتب على سب الذات الإلهية. والأمر الأخطر من ذلك، إن كان الآن بين الأزواج، إن كان هناك شخص متزوج من مسلم طبعا وسب الذات الإلهية، عندها يبطل النكاح ويبطل الزواج بينهما ويفسخ بينهما عند قول العلماء كلهم، لم يستثني ذلك أحد من العلماء. بمجرد سب الذات الإلهية يتم الفسخ بين الزوجين، ولا يحل للزوج وقتها أن يقرب زوجته ولا أن يعاشر زوجته، فإن عاشرها فإن ذلك سفاح وزنا والعياذ بالله. وإن جاء من جراء ذلك أولاد فهم أولاد زنا والعياذ بالله تعالى. ويستتاب، فإن تاب في فترة العدة للمرأة عادت العلاقات بينهما، وإن لم يتب وانقضت العدة وأراد أن يعود لزوجته ويتوب ويسلم من جديد، يحتاج إلى عقد جديد ومهر جديد بشروط العقد كاملة، عقد الزواج. لذلك نقول أن هذا الأمر أمر خطير، وأن هذا الأمر ليس بالأمر الهين. البعض ينظر إلى سب الذات الإلهية كأنه شيء ومر، وأحيانا يكثر بعض الناس من سب الذات الإلهية، ومن تكرر منه سب الذات الإلهية وجب على زوجته وجوب شرعي أن تذهب إلى القضاء وتطلب التفريق هي بلسانها بينهما، ويعتبر هذا الرجل زنديقا. هذا بكلام علماء المسلمين. أيها الإخوة الأحبة، نسأل الله عز وجل أن يبصرنا بأمور ديننا، وأن يبصرنا بأمور شرعنا، وأن نعلم أن ألسنتنا يعني قد تجرنا إلى نار جهنم والعياذ بالله. فلنراقب كل كلمة نقولها، ولنراقب كل كلمة نريد أن نفكر في قولها أيضا. لا نستهزئ بدين الله، ولا أن يكون ذلك مجرد دعابة ونريد أن نعديها كما يقولون، بل علينا أن نحسب لكل كلمة حسابها كما قال عليه الصلاة والسلام: رب كلمة يقولها العبد من سخط الله لا يلقي لها بالا تهوي به في نار جهنم. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وفي فوز المستغفرين استغفر الله. عليه يجب أن يخر شاكرا 24 ساعة لله تعالى على هذه النعم. كل نعمة أنعم الله بها عليك أيها الإنسان يجب أن تشكر الله عز وجل عليها، لا أن تنساها بمجرد لحظة. يجب أن يكون الله عز وجل حاضرا في كل لحظات حياتك، في قلبك، تراقبه دائما. الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. هذا، وصلوا وسلموا رحمنا وإياكم الله على البشير النذير والسراج المنير، كما أمر بذلك المولى اللطيف الخبير، فقال عز من قائل سبحانه: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الصحابة أجمعين، وعن أبي بكر وعمر وعثمان وعلي. اللهم ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم ارحم إخواننا في كل بلاد المسلمين، اللهم ارحم إخواننا في كل بلاد المسلمين. اللهم قهم البرد يا رب العالمين. أولئك إخواننا المشردون الذين في الشتات، نجهم من هذا البرد واجعل هذا البرد عليهم دفئا وسلاما يا رب العالمين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله يذكركم واسألوه يعطكم وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون.